السلام عليكم ومرحبا بكم في جالس معايا من السلسله ديالنا على الزواج، واللي يقدر يكون اخر من هذه السلسله هذه. ومن بعد ما هضرنا في الفيديوهات السابقه على كيفاش تختار الشريك ديالك بواحد الوعي كامل، كيفاش ندوزو الصدمه العام الاول بواحد السلام، وصلنا للمحطه الاهم والاصعب، تحدي الزمن والاستمراريه والروتين. بزاف ديال البيوت الاخوه ما كتدربش على حسب شي مشكل كبير او بسبب شي عاصفه مفاجئه، ولكن كتاكل بواحد البطء بسبب تراكم التفاصيل الصغيره والملل اللي كيتسلل ما بين الزوجين اثناء الزواج. في الفيديو هذا ما نهضروش على الرومانسيه اللي كاينه في البدايات، ولكن غادي نغوصوا في واحد العمق ديال العلاقات الطويله، كيفاش نحافظوا على العافيه ديال الموده نخليوها شاعله واخا يدوزوا سنين طويل، كيفاش غنبدلوا المفهوم ديال الحب اللي كيتحول من مجرد مشاعر لواحد العشره اليوميه، واحد المسؤوليات وواحد الضغوط دائما عليك. والاهم من هذا الشيء هذا كامل، كيفاش تقدر تخلي العلاقه ديالك دافيه وقويه حتى ملي كيدخلوا الدراري عليها، ولا بواحد المعنى صح اللي هما الاطفال الصغار اللي كيقلبوا الاولويات ضد الدار كامله ملي كيجيو. تبعوا معايا هذا الفيديو بواحد التركيز، لاننا نحاولوا نصلحوا بعض الحوايج ونشوفوا الحلول لحمايه البيوت من التآكل. اول غلط معرفي كيطيحوا فيه الزوجين من بعد ما كيدوزوا سنوات الزواج، وما انهم كيبقاو يقارنوا الحاضر بالماضي، كيرجعوا للور بزاف وكيسولوا راسهم واحد السؤال: فين مشات هذيك اللهفه المشاعر اللي كانت في السيمانات الاوليه؟ الحقيقه العلميه والنفسيه كتقول بان الحب عمره ما كيموت، ولكن كيتطور، كيغير اللباس ديالو باش ينتقل من واحد المرحله الى اخرى. المرحله الاوليه اللي كيكون فيها الاندفاع العاطفي المؤقت، والمرحله اللي كينتقل لها هي الامان والاستقرار. المشكل الحقيقي هنا ملي كنخلطوا ما بين جوج المفهومين اللي هو الاهمال والاستقرار. الاستقرار في الزواج هو السكينه والهدوء، اما الاهمال هو ملي كنخليو العلاقه ديالنا تمشي في واحد الروتين اللي هو قاتل وبلا ما نغديوها بزاف د الحوايج. الروتين في الحد ذاته ماشي شي حاجه خايبه، حيت هو اصلا اللي كينظم لك النهار ديالك، ولكن الخطر هنايا ملي كيولي ديك الروتين هذاك يتحول لواحد الجفاف لعاطفي، وكيوليو الزوجين مع بعضهم بحال مسيرين شي مقاوله اولا شي شركه، الهضره بيناتهم غير على الفاكتورات او على الخضره وبزاف د الحاجات بحال جيب هادي وجيب هادي وجيب هادي. حاجه اخرى، حتى المشاكل الدراري حتى هما كيوليو كيهضروا عليهم بزاف وكينساو تماما باللي انهم زوج وزوجه. باش نقاوموا هذا التآكل هذا اللي كيوقع في هذا الزواج، راه كنحتاج لواحد الصيانه دوريه صوده ومخطط ليله، وما تتسناش الاوقات اللي مزيونه بانها عاد تجي بوحديتها، بل حاولتينا تصنع. خصص واحد الوقت اسبوعي ديالكم بوحديتكم منه تريحوا فيه، حاولوا ما امكن ما تهضروش على المشاكل اللي كاين، حاولوا تهضروا على شي حاجه مزيونه وفقط، ونساو عليكم المشاكل. والحفاظ على البريق ديال العلاقه كيحتاج لواحد الوعي حقيقي ومستمر بان الشريك ديالك ماشي شي حاجه مضمونه غير حيتاش معاك في الدار، يعني كيجمع بيناتكم عقد الزواج ماشي عقد ملكيه. والزواج هو واحد الرهان يومي كيحتاج دائما التجديد والاهتمام بالتفاصيل الصغيره والشكر المتبادل ما بين الزوجين، يعني حتى واحد ما يقلل من الاخر من الاحد، حيت كلمه شكرا اذا خرجت صادقه كتعطي واحد الالتفاته واعره تجاه الطرف الاخر، وباش ترجع لواحد الروح اللي بدات كتفقد في ديك الزواج. واهم حاجه كتريب ديك الحيط الرتابه اللي كاين في النهار. نوصلوا دابا لواحد المنعطف اللي كبير واللي كيغير المسار الحياه الزوجيه كامله، هي هذه الحاجه اللي هي الولاده ودخول الابناء الى المعادله. في علم الاجتماع هذا الحدث هذا كيتعتبر بحال شي زلزال عاطفي يوز ديك العلاقه هذه، واللي خاصو ضروري من بعده واحد الاعاده الهيكله لديك الدار هذه كامله. وقبل ما يجيو المحور الاساسي ديال الحياه هو الزوج والزوجه، والوقت كامل والاهتمام ديالك كامل موجه تجاه الطرف الاخر، ولكن من بعد ما كيشرف ديك المولود الصغير كيوقع تشتت كبير في الانتباه، وكيمشي التركيز الاكبر دائما ديك العائله، وخصوصا من جهه الام، حيت الام كتكون عاطفيه اكثر من الراجل. وهنا الرضيع كيحتاج 24 ساعه على 24 ساعه من الرعايه. وهنا كاين واحد الفخ خطير بزاف، هو ملي كتولي الامومه كتبتلع هذيك الحاجات اللي كنتو كتعدلوا مع بعضكم ملي كنتو بوحديتكم، وكيستسلم الاب لواحد الشعور بالاقصاء والتهميش، يعني جاب نود دارو مطعو، وكيتحول الزوج تدريجيا من واحد العلاقه حب وشراكه عاطفيه مجرد مشروع تربوي عاطفي. النجاح في هذه المرحله هذه ماشي هو يضحي واحد براسو من اجل الطرف الاخر، بل هو الاداره الذكيه للاولويات. خاص الزوجين يفهموا واحد الحقيقه اللي جوهريه: افضل حاجه تقدروا تقدموها للاولاد ديالكم ماشي هي الرعايه الماديه فقط، بل هي واحد البيئه مستقره وواحد الزواج اللي يكون نقي وفيه الحب. طبعا هنا اذا جيتي تهضر على هذا الشيء هذا، راه المجتمع ديالنا كيقول لك عيب، هذا بالعيل عمره سمع باباه كيعيط نيماه باسمه ولا كيعيط لها بشي حاجه مزيونه، علاش كيقول لك ديك الشيء؟ كيقول لك عيب. عرفتي هاد العقليه هذه ميمج. وحاجه اخرى، المشاكل اللي يكونوا بين الزوج والزوجه حاولوا ما امكن من يكون عندكم العيال عامه حاولوا تفكوا مع بعضكم بدون تدخل
اي احد. المهم خلينا من هادشي هذا. الا راه بالزواج راه اول واحد من كيتضرر هما العيال. انا الحفاظ على القوه ديال العلاقه ما بين الزوج والزوجين هي الاولويه. علاش بالضبط؟ باش تحمي ديك الاطفال. الشيء هذا كيعني واحد التقاسم حقيقي وملموس ديال تماره تربيه، وباش الام ما تحسش واحد الانهاك اللي جسدي ونفسي اللي من بعد عيطفي لها العاطفه ديالها. وخص ضروري الاب يعرف بان هذا الانشغال اللي كيكون عند الام بالاطفال ديالها ماشي واحد الاهمال تجاه ليلو، وانما واحد الظرف مؤقت كيحتاج ضروري للام، والاحتواء الام من ديك الطفل هذاك مع الالتزام ديالهم بجوج بهم باش يخرجوا شي قيد صغير يجلسوا مع راسهم كزوج وزوجه. انا نهضر لها هذه الحاجه بالضبط بالنسبه للاطفال. حاولوا ما امكن ما تولدوش في السنوات الاولى. مع مرور الزمن الزوجين كيواجهوا واحد التحدي من واحد النوع اخر اللي هو التغير الطبيعي في الشخصيه ديالهم. الانسان في الثلاثينيات ماشي هو الانسان في الاربعينيات ولا في هنا ملي كيقرروا الزوجين بانهم يولدوا في السنه الاولى من الزواج ديالهم راه كيكون واحد القرار مصيري، يعني 50% تصدق و50% من الزوجين انذاك كيكونوا ان شاء الله كيتعرفوا لبعضهم، ان شاء الله كيعرفوا بعض، واذا ما تفاهموش ووصلوا للطلاق راه كيبقى الضحيه ديك الطفل هذا. لهذا حاولوا تاخروا هذه الفكره هذه، شوف راسك قادر على التربيه من الحاله الماديه ومن الحاله النفسيه ديالو. يعني ما تجيبش العائل باش تضربوا دوك الدق صار ما تفهموا. بزاف الناس ملي كيخطا العائل راه كياكل في الدوجه. عاد شفتي وهذا ما اسلوب تربيه ما حتى شي لعبه. الحيوان اللي ما عندوش العقل راه ما كيضربش بنو ملي كيخطا. مثلا على هذا حنا غنشوفوا القطه ولا الكلب اللي كنشوفوهم دائما راه عمرهم كيضربوا ولادهم، واذا خطا راه كيعاود. شي فحال بعض البشر ملي كيخطا العائل راه ما كيحاولش يفهمو، كيطيح بالدق ديك الساعه العائل كيطلع عنده عقد من الصغر ديالو. لهذا اذا ما كنتيش واجد من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الماديه مع مرور الوقت الزوجين كيواجهوا واحد التحدي من واحد من نوع اخر اللي هو التغير الطبيعي في الشخصيات ديالهم. الشخص في الثلاثينيات ماشي واحد الشخص في الاربعينيات ولا في الخمسينيات. الاهتمامات كتبدل والنظره ديالهم للحياه كتبدل. كيظهر واحد الاحتياجات نفسيه جديده في الزواج. الذكاء العاطفي المستدام هنا هو اعاده الاكتشاف الشريك ديالو بشكل مستمر نتعاملوا معاه بناء على الصور القديمه اللي كنا كنتخيلوا. العلاقه الناجحه هي اللي كتسمح لكل طرف بالنمو والتطور في المستقبل لما يحس بانه مقيد ومجبور انه يبقى داخل واحد الحاجه اللي مقيده. وخصنا نعرفوا باللي الزواج ماشي هو انك تدب في الاخر وتلغي الهويه ديالك، بل هو واحد التحالف كيدعم التميز ديالك. من هذا المنطق هذا كان التجديد كيولي مرتبط بالقدره ديالنا على خلق ذكريات جديده وشي تجارب مشتركه واخا كبارين، يعني ما تحشموش من بعض. بل اننا نتعلموا شي مهاره بجوينا اولا نسافروا شي بلاصه عمرنا مشينا ليله، اولا حتى نبدلوا النمط الهضره ديالنا اليوميه. انا خصني نهضر لها واحد الحاجه. الهضره في الزواج خصها تكون شويه رومانسيه، ما تكونش ديك الهضره الناشفه. وتذكروا دائما بان الذكاء العاطفي في العلاقات كيبان في التغافل الواعي، يعني القدره باش دوز ديك الزلات الصغيره، يعني ما تبقاش لا سقف الحشر وتسمح في العناد ديالك طبعا، وما توقفش عند كل حاجه صغيره اللي عاد تقدر تعكر لكم المزاج ديالكم. والعلاقات ما كتستمرش حيت موالينهم ما كيتخاصموش، حيت هادشي هذا مستحيل، بل حيت عندهم النضج الكافي باش يحطوا السلامه والهدوء والرغبه ديال الانتصار الشخصي، وعارفين باللي الموده والرحمه هما الوقود الحقيقي للزواج واللي كتخلي السفينه ديالهم تخرج من المواج. حاجه اخرى بالنسبه للسكن مع الوالدين في الزواج، انا من وجهه النظر ديالي انك اذا ما كانش عندك دار ديالك ولا كاري شي دار يخرج فكره الزواج من الراس ديالك. انا ما نحتاجش نشرح هذا الشيء هذا حيت هذا رأييا. اذا كنتي كتسقسي ومتعايش مع والديك وخصك تتزوج، انا غتسقسي راسك واش والديك مزيانين باش تدخل لهم واحد الشخص اللي داخل عليهم اللي باقي جديد. اللي عاد في الجواب هذا السؤال هذا. وصلنا للختام ديال السلسله ديالنا على الزواج الواعي. الزواج في نهايه المطاف ماشي واحد الرحله قصيره كنوصلوا لها كتسالي، بل هو واحد الرعايه مستمره لواحد الشجره زرعتوها بجوج بكم وكتحصدوا الثمرات ديالها على طول العمر. البيوت الناجحه ماشي واحد ضربه حظ، بل هي نتيجه لواحد القرارات اللي كتخاد يوميا بواحد الوعي وواحد الصبر كبير وواحد الصراحه في الشجاعه ديالهم بيناتهم المواجهه ديك الظروف اللي كدوز عليهم كامله. هنا كنسول واحد الكلمه واللي هي الصبر. كنتمنى تكون استفدتوا من هذه الثلاثيه هذه اللي حاولت نعطيكم واحد الدليل واقعي ومرجعي وعلمي يبعد على الشعارات الخاويه، لمس الحقيقه ديال العلاقات العاطفيه بواحد النضج وواحد الموضوعيه. ما ضروري شي شخص اللي عاد تكملوا مع حياتك. اخر حاجه نختم بها هي انك تحاول تختار شي واحد اللي مزيان وما تطيحش في شي ارمال ولا ارمله الارض. انت براسك ما تبغيش تدخل للدار على غفله وتسمع دياسك تشاب عاقل مثل الباقيين. المشكل هنا ماشي في ديك دياسك بل طريقه التاثير ديك دياسك على ديك الشخص هذا. يعني ما جاتش تدخل للدار تسمع الطرف الاخر كيغنيهم بواحد الشوق. الجمله الاخيره هنا هي طريق طويل بزاف صار مع من تمشي بلا ملل.